السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وهنا وسعادة. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد، تفريز البصل عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام دايما بخير يا رب. انا هنا جبت البصل بتاعي وقشرته ونقعته، غسلته كويس ونقعته في حبة ملح وخل. انا عندي 3 تقطيعات. اول تقطيعة معايا عمله جوليان، ده ينفع في صينية بطاطس، فراخ تشوحيها، صينية فراخ والبطاطس كده. هبدأ اقطع الكمية اللي انا عايزاها، وده انا ما بكترش فيه لان انا دايما بحب البصل الناعم او المتقطع مكعبات. كده انا خلصت اول تقطيعة. هبدأ ان انا اعبيها في اكياس واحاول ان انا افرغ الهواء خالص من الكيس بتاعي. تمام كده. ودي التقطيعة التانية معايا، مكعبات. اقطعها مكعبات رفيعة عشان المحاشي، وهيبقى نفس الطريقة برضو. هبدأ ان انا احطه في اكياس وافرغ منه الهواء خالص واربطه. وبقى لما تيجي تستعمليه المفروض ان انت تستعمليه وهو متلج، مش تسيبيه فيك زي الخضار بالظبط. لازم تستعمليه وهو متلج. انا هكتر في المكعبات شوية لان انا اكترية الاستعمال بتاعي عليها هي والبصل الناعم، يعني على البصل المكعبات والبصل الناعم. تمام كده. خلصت الكمية برضه، هبدأ ان انا اعبيها. طبعا انا عامله الكميه، انا عملت بقيت الكميه يعني بعد ما خلصت معاكم الفيديو، عشان قلت عشان ما اطولش عليكم الفيديو يبقى طويل عليكم. تمام كده زي الفل. هنا بقى تالت نوع معايا هيبقى المفروم الناعم عشان كفتة الفراخ ولو مكرونة بشاميل والحاجة والكفتة بتاعتنا، اللحمة المعصجة. فابدأ ان انا اعمل بصل برضو ناعم خالص. خلص بقى الكمية كلها معاكم وارجع لكم تاني ان شاء الله. ارجع بقى. كده انا بدأت ان انا اعبيه خلاص كده اهوت. شوف انا بتك عليه ازاي، لازم تتك عليه، تحاولوا ان انت تفرغي الهواء منه خالص، بحيث ان هو لو خش، اصل لو خش له هواء مش هيبقى مظبوط. تمام كده. وبكده يا حبايبي الفيديو بتاعنا هيكون خلص. يا رب يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويا ريت مش تبخلوا عليا بالاشتراك واللايك. مع السلامة.